وخلاص. دابا النهاية راكم غتكونوا عارفين داكشي علاش انا هنايا. عندك اصاحبي، عندك راك عرفتي عليا. هاني يا صديقي، موقع باس. كيقولوا بلي التواضع هو ما تحسش براسك احسن من الناس وتحترم الناس كاملين مهما كانوا فقراء والاغنياء. واخا ما عندي والو هاد الساعه، ولكن هذه هي المنهجيه اللي غادي نطبق بحدني مازال هنا. حيت واخا هكاك باقي عندي اوبجيكتيف في حياتي، وما بغيتش ندير شي كارثه مع شي واحد اللي تخليني نبقى واحد هنا. توا خونا، راه من الصباح انا كنقول لك عندك راك عرفتي عليا وانت فحال السمك اصاحبي. واش ما كتسمعش ولا شنو؟ الصراحه الخوت، كيبان لي التواضع ما خدامش ليا انا. التواضع خليه لماليه. يلا نهز راسي نشوف شكون دوا معايا حتى كنتصدم. ويلي، ياك من نكون تابعاني شي لعنه. واش اللي كيتصاحب معايا كطرى ليه شي كارثه ولا شنو؟ ما عرفتش واش نفرح ولا نبكي، ولكن فرحت الصراحه. عشيري حمزه دار عندي وقال لي يا محمد واش هذا انت. تلاحيت عليه بتعناقه وبدينا كنضحكوا قدام الناس وفرحانين بحال ما طاري والو. بحال نسينا باللي حنا وسط الحبس. انت اش كدير هنا مسخور؟ ياك مثلا انت درتي شي مونتيف؟ اش من مونتيف اصاحبي؟ راه غير بانت لي الصافيط يلا بغيت نمنع ويقول لي الموتور. انت فين غادي اصاحبي؟ سكت لي من ليسانس ود الحرام. صافي غير شفتهم جايين كيجريو لعندي، بغيت نهرب ولكن ركابي فاشلين اخويا. فين غنهرب؟ اخر مره ضحكت مع واحد الكلبه والده في الدرب، ما جيت فين نمنع حتى تلاحت عليا. وانت راك عارف اش وقع من بعد. واحد شويه سكتنا بجوج وبقينا غير كنشوفوا بعضياتنا وكنضحكوا. ما عرفتش واش كنضحكوا على راسنا حيت حنا هنا ولا على زهرنا مكفس. قلت ليه واش هادو هما البلانات اللي كانوا عندنا في الصغر؟ يا كنا ديما كنقولوا غادي نوليو شي حوايج كبار في المستقبل وحنا دابا وسط الحبس. ضحك وقال لي هاد الحياة اخويا ماشي اللي تخيلنا، ولكن مازال ما سالاتش. بقينا غير كنشوفوا في الحياة ديال الحبس وداك الضوء الضعيف اللي داخل من الشراجم الصغار. حسيت بشي حاجة كتقول لي بلي هادشي كامل غير مرحلة وغدوز. قلت في خاطري يمكن ربي جابني لهنا باش نفيق، باش نبدل شي حوايج في حياتي. قرب من حدايا حمزة وقال لي واش مازال عندك داك الهدف اللي كنتي مصدع ليا به راسي؟ اش نقول لك اخويا، واخا نكون هنايا واخا نكون طحت ولكن مازال ما حطيتش السلاح. ضحك وقال لي ملي تخرج ديك الساعه بين لي وما تنساش باللي حتى انا كان عندي حلم، ولكن الطريق ديالي ما مشاش كيف ما كنت باغي. واحد شويه سمعنا شي واحد كيضرب في الباب ديال الشومبر. يلا نوض قاعدو. كان هاد الصوت بحال ديال الوالد ديالي، غير هو ماشي في نفس البلاصه. ضحكت وشفت في حمزه وقلت ليه باليا القصه ديالنا مازال طويله. قال لي ويمكن احسن فصل فيها مازال ما تكتب. سد الباب ديال الشومبر وخرج داك الحارس وهو كيسد في الباب. رجع السكون، غير الصوت ديال رجلي كتضرب في الارض. دار عندي حمزه وقال لي المشكل ماشي هنا، المشكل هو تشد هنايا وما يجي يزورك حتى واحد. بقيت كنشوف فيه والهضره ديالو بحال قاصني من الداخل، حيت ملي تشديت عمر شي واحد عقل عليا ولا جاب لي شي حاجه. وقيلا كيبان لي يمكن وليت منبوذ بصح. قلت ليه وياه عندك الصح اخويا. ديك الساعه جا عندي الحارس ديال الباب ودار لي المينوط وقال لي يلا نوض قاعد، عندك زيارة. تصدمت وما فهمت والو الصراحه. شكون هذا اللي غيجي لعندي؟ مشيت معاه. ملي وصلت حيد لي المينوط وقال لي دخلت لغرفه الزياره وبانوا لي الحباسه والناس اللي جاو يزوروهم. بقيت غير كنقلب وسطهم، بقيت كنقلب على
شكون اللي جاي يزورني، حتى تبتات عيني في واحد البلاصه. الصراحه اخر حاجه كنت كنتوقعها هي هادي. يا الخوت، البنت اللي بسبابها انا هنا، واللي بسبابها وليت كنعاني في هاد القنت هذا. مشيت لعندها وانا كلي مصدوم. قلت لها شنو جيتي كديري هنا؟ قالت لي صافي هكا كتعامل مع اي واحد جاي يزورك. قلت لها لا لا لا، ولكن انت بالضبط اخر وحده كنت كنتوقع تجي لعندي. قالت لي انت ديك النهار غامرتي براسك على قبلي، صراحه ما عرفتش كيفاش نشكرك. قلت لها عادي، كنت غندير هكا مع كلشي. الصراحه ما عرفتش علاش قلت لها هكا. وقيلا قفرتها الخوت، ابتسمات ابتسامه خفيفه وقالت لي اها مزيان. بقينا داويين وكنضحكوا مع بعضياتنا فحال شي جوج مع بعضياتهم، غير قصتهم مختلفه. صراحه كنت واخد عليها نظره مختلفه. البنت طلع قلبها ابيض وظريفه بزاف، بقات كتضحك معايا وكتواسيني وكتحاول انها تنسيني في هادشي اللي كندوز منه. سالا وقت الزياره وملي بغيت نمشي عنقاتني. صراحه رجعت فرحان، عمرني حسيت هكا مع شي بنت. كنت ديما كنوحل كنوحل غير مع المشرملات، ها اللي خاصه باش تكمي، ها اللي باغا قهوه، وباش كيعجبوك حتى هما قال لك كيديروا عيد الميلاد. وهي مرجله على شي وحدين كنعرفهم. رجعت للشومبر وانا مبتسم، ريحت في بلاصتي ويقول لي حمزه شكون جا لعندك؟ ديك الساعه انا مازال ساته وكنفكر في واخونا انت شكون جا لعندك؟ قلت ليه جمالك اصاحبي، خليني غير نفكر. الا قلت لك توقع شكون جا لعندي والله ما غتعرف. قال لي باينه غير والديك وخوك. قلت ليه لا لا، عقلتي على البنت اللي بسبابها حنا هنايا؟ قال لي ديك خيتي. قلت لي تماك حاقد اصاحبي، آية سميتها آية، ولكن اش جات دير هنا؟ قلت ليه الدريه صدقات في شي شكل وسولات عليا وضرباتها الطريق كامله باش تجي تشوفني. قال لي جات تشوفك؟ صافي صاحبي مالك ميكرو. صراحه ما نكذبش عليكم الخوت، عجبني الحال بزاف وحسيت بلي اخيرا شي واحد اهتم بيا.